ياك فكرتي تحضر الجن المسلم وتخليه يساعدك في حياتك؟ حيتاش الصراحه هادشي غيكون واعر بزاف وغيفيدك بزاف في حياتك، ماشي غير غيفيدك، غتولي عندك واحد القوه اللي حتى شي واحد ما عنده، حيتاش الجن كيفوق القدرات البشريه وذكي وقوي بزاف على البشر. غيعلمك شي اسرار اللي حتى شي بشر ما يعرفها، اسرار اللي غتخليك قوي الفكر وتخليك ذكي بزاف، ويحقق لك شي حوايج اللي مستحيل تحققها بوحدك، ويعاونك في كل حاجه واي حاجه كتفكر فيها، غيخليك مميز على باقي البشر، يولي هو الملاك ديالك الحارس. الجن المسلم حتى هو كيخاف الله، ما يأذيك ما والو. فكره غريبه ولكن في نفس الوقت زوينه وعظيمه وما تجي على بال حتى شي واحد، حيت الجن المسلم ما خايبش، غيكون زوين. ولكن واش كاين شي مقابل من مورا هادشي اللي غيقدموا لك الجن المسلم؟ سمعوا هاد القصه ونخليكم نتوما تحكوا. مساء الليل، توحشتوا قصص الرعب؟ انا والله تتوحشتوا. سمحوا لي على الغيبه، مؤخرا كنغيب عليكم نظرا لظروف العمل الخوت، ولكن ما نسيكمش، كل سيمانه ضروري كنحط فيديو. دخلوا نيشان في القصه اللي جات من واحد الشخص مجهول وما عطانا حتى شي معلومه، عطانا غير السميه اللي هي كريم. الصراحه اللي حوايج اللي داز من هاد السيد حبست لي العقل ديالي. كريم تيقول كنت من الناس اللي كيبغيو يجربوا اي حاجه في الحياه حتى ولو تكون خايبه ولا خطيره، ولكن عمرني ما توقعت ندير هاد التجربه اللي بدلت لي حياتي كامله وغتصدمكم. بطبيعه الحال انا واحد الشخص اللي ملتزم وكنصلي وكنفيق الفجر وكنصلي في الجامع. دازت الايام وتعرفت على واحد السيد في الجامع، كنا ديما كنتلاقاو من مورا الصلاه وكنبقاو نتحاوروا في امور الدين والباطن والاسرار ديال القران الكريم والتفسير ديال الايات والحروف والمواضيع ديال الكلمات. ولكن اللي لاحظت ان هاد الشخص كيعرف شي حوايج بزاف اللي روحانيه والعالم الاخر، وبالضبط عالم الجن. كنت كنسمع عليه ديما وانا مندهش بزاف من الاسرار وداكشي اللي تيقولها كل مره. دازوا الايام وعلاقتنا ولات قويه. واحد النهار قال لي كريم انا تقشفك بزاف وضروري خاصني نوريك واحد السر اللي خطير، ولكن ما تقولوا حتى واحد. قلت شنو هو؟ قال لي عندي واحد الكتاب غنعطيه لك غيبدل حياتك كيف ما بدل حياتي انا، اي حاجه كتمناها غتحقق. قلت لي شنو هو هذا الكتاب؟ قال لي كتاب تسخير الجن المسلم لخدمتي، وغيخليك تتواصل مع العالم الاخر وغيعاونوك في اي حاجه كطلبها منه. في الاول انا خفت صدمت من هذه الفكره، ولكن من بعد قلت اوكي صافي خليني ناخذ هذا الكتاب نضرب عليه غير طله وصافي. اللي مشى تجيب لي الكتاب، جاني في ثاني نهار مع وقيت الفجر كملنا الصاله ديالنا وعطاني الكتاب، ورجعت بحال هادشي للدار حطيت هذاك الكتاب في البيت ديالي، ومن بعد مشيت للخدمه. وقيت الليل راجع الدار من الخدمه ودخلت لبيتي، ولكن لاحظت حاجه اللي غريبه. الكتاب مني جبته حطيته فوق الطابله، شنو اللي خلاه محطوط فوق بلاصتي؟ شي غريب هذا. قلت ممكن يكونوا الدار هما اللي جفوه ولا داروا شي حاجه وبدلوا لي بلاصه الكتاب. ريحت في بلاصتي وحليت داك الكتاب وبقيت كنقرا وكنشوف. بانوا لي عبارات ومعلومات لتحضير وتسخير الجن وايات قرانيه واسماء غريبه وكتخلع لبعض الجن والطلاسم والكلمات اللي متكرره وما مفهوماش. صراحه خفت بزاف من الكتاب، حطيته في المكتبه ديالي وما بقيتش كنقرب ليه بمره. حتى دازوا الايام الكتاب كنت ناسيه وخرج ليا من بالي. ولكن من بعد دزت من واحد الفتره الخوت اللي صعيبه بزاف، حسيت بالفشل في حياتي وجراو عليا من الخدمه ودخلت في واحد الموجه ديال الاكتئاب اللي شديده. حسيت براسي فاشل وكان الوقت عندي خاوي بزاف وما كنخرجش من الدار، واحد الملل اللي شديد. شويه طاحت لي في بالي الهضره اللي قال لي داك السيد اللي كنت كنتلاقى معاه في الجامع لما عطاني داك الكتاب وقال لي بلي هذا الكتاب غيبدل حياتك. ولكن الغريبه ان هاد الشخص من دازوا الايام ما بقيتش كنشوفه في الجامع ولا عمرني تلاقيت به، يعني خونا على غفله طاهر. المهم بقى بالي كيفكر في هذاك الكتاب، هو راه مازال باقي في بيتي، وبما انني كنحس بالفشل في حياتي لعل ولا عسى ان هاد الشيء هذا غيعتقني من هاد المصيبه. ولكن كنت خايف بزاف من تحضير الجن والعالم الاخر، خايف انهم يضروني. ولكن عاندت الخوف ديالي وقررت نتعمق في هاد المغامره. حليت الكتاب واول حاجه تعلمتها من الكتاب انني خاصني نصوم سيمانه. الفطور ديالي هو الخبز والتمر، وضروري نجيب واحد النوع معين من البخور باش ندير العزيمه ديال الجن. المهم كملت اول سيمانه ديال الصيام وجات الليله اللي غنحضر فيها واحد من ملوك الجان. كانت شي 2 ديال الليل، خدمت البخور والشمع وبقيت كنقرا في ديك الطلاسم اللي مذكوره في الكتاب وانا مغمض عينيا والضوء ديال البيت طافي. شويه قلبي كان غينفجر من الخوف، تماكين وعيت براسي وانا باش دركت انني على الابواب ديال استحضار كائن اللي مرعب ومجهول من العالم الاخر.
وما عارف عليه والو. ينفو طاحت لي هاد الفكره في بالي، الجسم ديالي بدا كيترعد وخايف من داكشي اللي جاي شنو ممكن يوقع. ولكن استمريت وبقيت كنقرا في الطلاسم حتى وصلت للمرحله الاخرى ديال التحضير، هي انني لازم نرتل واحد الايات من القران الكريم. بقيت كنقرا وكنعاود شويه فوق الشموعه كامله، نجم عليه واحد الظلام شديد وما بقيت كنشوف حتى شي حاجه، كلشي ظلمه. مباشره البيت ديك الساعه حسيت بيه بارد، بقيت حال عينيا وكنشوف اليمين واليسار ومرعوب وكنفكر في داكشي اللي جاي. الدم جمد ليا في عروقي. واللي نساني في هاد الافكار هذه هي واحد الصوت ديال رجلين بالزربه كنسمع فيهم فوق السقف ديال البيت ديالي. كنت بارق ومني سمعت الصوت نط مباشره، بغيت نحل الباب ديال البيت باش نتاكد شكون كاين الفوق، ولكن الكارثه الباب ديال البيت ما بغاش يتفتح بالرغم ان البيت ما كانش مسدود. حاولت بكل القوه بدون فايده، بحال شي حاجه محطوطه ورا الباب وما مخليهاش يتحل. تما رجعت لبلاصتي وبقيت بارك. وهذيك الساعه اللي بركت حسيت بانفاس اللي دافيه، حسيت بها في العنق ديالي. لفت اللور ما كاين حتى واحد. هذيك الساعه حسيت بايد بارده دازت ليا من حنكي وشدت ليا في شعري ونتفاتو. غوت غوته اللي قويه بزاف من قوه الالام والخوف، ونط من بلاصتي كنجري غادي وكنرجع باللور حتى وصلت للحيط وحطيت ظهري على الحيط. شاد المصيبه سي ضرب اللي حطيت راسي فيها. من بعد الصوت ديال الخطوات بدا كيتزاد كتر وكتر، وصوت الانفاس اللي قويه وحرشه كنحس بها في داخل البيت ديالي. حسيت بواحد الهواء اللي قوي كيضرب في البيت كامل، واصوات اشياء اللي غريبه كتوقع داخل البيت. واحد اللحظه طاحت قرعه الزاج مخليها فوق البلاكار، طاحت في الارض وتهرسات. شويه تقطعوا جميع الاصوات ولا واحد الهدوء في البيت على غفله. ديك الساعه ارتفعت الحراره ديال الجسم ديالي، شدتني واحد الطياره شديده، واحد الاوفر دوز اللي خطيره، وبديت كنتقيا. وديك الساعه اللي تقيت بديت كنسمع صوت ماشي بحال اي صوت، صوت شي واحد جاي وتيهضر معايا، ولكن الهضره ما مفهوماش. المشكله ماشي هنايا، الغريبه ان هاد الصوت ما كانش جاي من برا، هاد الصوت كنسمعو داخل راسي. شي واحد كيهضر معايا بهضره خفيفه وبصوت اللي حرش وكيخلع. قلت لا وقيلا كنحلم انا ولا ناعس. كنت غنتسطى خوتي، وقع لي خلل في عقلي. بقيت كنهترت وكنعاود بحال مسطى في البيت، كندور وكندواب بوحدي، وكنت باغي نسكت هذاك الصوت اللي كيهضر ليا داخل مخي، ولكن ما قدرتش. من بعد داك الصوت هو يحبس شويه، سمعت هضره، صوت اللي واضح وحرش وتيقول السمع والطاعه. شي سمعت هذا؟ شنو هو هادشي اللي سمعت؟ واش بصح؟ سقلت بحال شدني الشلال بحال بلعت لساني. تما تكررت نفس الهضره مره اخرى، السمع والطاعه خادمك المسلم مع الناس. تما كاين معرف شنو تبدل فيا، مشى داك الخوف كامل اللي كان في الداخل ديالي. تما وعيت بالقوه اللي حصلت عليها. من بعد داك النهار بقيت كل مره كنتواصل مع الجن وكنهضر معاه بلا ما يحس بيه شي واحد في الدار ولا شي حاجه. وتعلمت بزاف من الاسرار والخفايا اللي كتصدم بزاف على الحياه. علمني كيفاش نتعامل مع البشر ونجذب القلوبه ديالهم، وكيفاش نخلي الناس يحبوني ويتعلقوا بيا. الصراحه خوتي بقيت بزاف ديال الحوايج، حتى من الفلوس. الرزق ديالي زاد وتزادوا الفرص ديالي في الحياه. تيقوني الا قلت لكم وصلت واحد المرحله الا بغيت فلوس يكفي غير نخشي يدي في جيبي كنلقى الفلوس اللي محتاجها بالضبط، لا زياده ولا نقصان. علمني كيفاش نستعمل واحد القوالب باش نسيطر على البشر ونقنعهم باي حاجه باب، وتزاد النجاح ديالي وكبرت مكانتي في المجتمع. بالرجوله اي حاجه كنبغيها كيحققها لي داك الجن. بقيت هكا لمده ديال 3 شهور. من بعد هاد المده بداو امور غريبه كتوقع ليا. ما بقيتش كنفيق لصلاه الفجر وكنبقى ناعس، واخا كندير الارم وكنوصي مالي الدار يفيقوني ما كنوضش. وبديت كنتهاون على جميع الصلوات وكنصليها معطل، والالتزام الديني ديالي قل بزاف. ما عرفت شنو السبب، حتى من داك الجن خادم ولا كيعصي الاوامر ديالي وما كينفذش كل حاجه كنطلبها. وتغير التعامل ديالو معايا، ولا هو تيأمرني ندير شي حوايج اللي انا ما باغيش نديرهم. بدا كيتسلط عليا وكيسيطر ليا على مخي بزاف. وتما رجعت لواحد السؤال طرحته على بالي في الاول، واش معقوله هاد الجن اللي غيخدمني
يعطيني شي حوايج بدون مقابل، شي حاجه اللي غريبه، حيتاش الجن ديك الساعه اكتشفتو بدا كيطلب مني شي حوايج في المقابل وننفذ الطلبات، ولكن ماشي اي طلبات عاديه، كيطلب مني ندير شي حوايج اللي خايبين بحال مثلا نهز الماكله والنعمه ديال الله واللوحه في الطواليط حاشا، وكيطلب مني نمارس شي حوايج اللي نستحي انني نقولها لكم، شي حوايج غير اخلاقيه. ولكن اللي كنت عارف في الاول ان هذا الجني مسلم، علاش الطلبات ديالو محرمه في الدين الاسلامي؟ والمشكله ماشي هنا، المشكله بقى كيلعب ليا بعقلي، حتى التصرفات ديالي تبدلوا، وليت كندير حوايج اللي غريبه، مثلا الدجاج ما بقيتش كناكل اللحم ديالو، كناكل غير العظام، ولات عندي واحد الشهيه غير طبيعيه مع العظام، وليت نموت على العظام ديال الحيوانات، كنحب ناكلهم في بلاصه اللحم. ولاحظت هذا التصرف الغريب اللي ولا فيا، اللي ماشي من عادتي. قلبت على هادشي في الانترنت واكتشفت ان العظام هي الغذاء او الطعام الرئيسي ديال الجن، وهادشي اللي صدمني، يعني الجن جاي يتغدى على العظام بواسطه الجسد ديالي. ما بقيتش كنتشهى حتى شي ماكله، والطاقه ديالي ضعفت، وكثروا عليا الكوابيس المرعبه في المنام، حيت واحد النهار شفت في المنام بلي دخلت على بابا بالليل وهو ناعس، دخلت عليه لبيتو وانا نقرب ليه، حتى شي يدي على عنقو وانا جيفتو بالجهد، ماشي حتى شي جيفتو بحال بغاني نصفي عليه، حتى الوالد عينيه هما يخرجوا، با كان مخلوع. وديك الساعه انا ما كان عندي حتى شي احساس، بحال شي واحد كيتحكم فيا. ديك الساعه فقت من داك الكابوس المرعب، من بعد رجعت ناس، ومني فقت من الناس في الصباح نطت من فراشي كيف العاده، وبغيت نحل الباب باش ننزل للبيت نفطر وداك الشيء، ولكن اللي فاجأني ملي بغيت نحل الباب ديال البيت ما بغاش يتحل، وهاد المره كان شي واحد ساد الساقطه من برا. تما بديت نعيط للوالده باش تحل الباب، ولكن اللي صدمني قالت لي ما نحل لك الباب تيرجع لك عقلك. علاش كتقولها الوالده؟ كيفاش ترجع لك عقلك؟ قلت لي بغيتيني نحل لك الباب باش دير لي داكشي اللي درتي باك البارح، جيتيه كان غيموتكم ما كنا حنايا، وبزاز باش فكيناكم. مالك كريم شنو عندك؟ نيني اش كتقول الوالده؟ واش معقول هادشي درتو انايا البارح؟ اش باغي نقتل با؟ ولكن هذاك كابوس كيفاش ولا واقع؟ هنايا هرب ليا ديالها بصح، وليت خطير على عائلتي، وانا ما كنقدرش نتحكم في راسي. شي واحد داخل الجسد ديالي اللي هو الجن يتحكم بيا بدون وعي، بقيت حابس راسي في البيت باش ما نتسبب في الاذى لتا شي واحد، حيت وليت متوحش بلا ما نقصر. ندمت بزاف على تسخير هاد الجن، ما كانش كيصحاب ليا هادشي غيوقع ليا. من بعد بديت كنقلب على شي طريقه كيفاش نتخلص من هادشي، هو داك الجن اللي فيا كان يسمع كل الافكار ديالي واخا مع راسي. واحد الليله دخلت تغديت ودخلت لبيتي باش نصلي، حتى وصلت للدعاء وبقيت كندعو الله رب العالمين باش يخلصني من هذا الجن اللي دمر لي حياتي، وبقيت كندعو وكنطلب في الله. واحد لحظه على غفله الضو ديال البيت تقطع، وهنايا عرفت انه هو السبب وهادو فعيلو، ولكن بقيت كندعي. شويه بديت كنسمع في بيتي انفاس حاره بحال شي واحد هيج، والبيت ديالي كاع داكشي اللي فيه بدا كيطيح، شي كيتهرس شي كيطيح من بلاصتو، ما فهمت والو. من قوه الخلعه زدت وبقيت كندعي، والاصوات كتزاد اكثر واكثر، وانا ساجد ومغمض عينيا وكنبكي. هذيك اللحظه حليت عينيا، شفت ورايا عينين اللي مفتوحين بغضب يشوفوا فيها، وانا نسمع كواتب صوت عالي. تماكين قوت الصرخه فقدت الوعي. ملي ضربتني الفايقه لقيت راسي مازال ساجد في بلاصتي، وهنا عاد باش وعيت بالخطر والمصيبه اللي انا فيها. مباشره مشيت للجامع باش نقلب على خونا اللي عطاني الكتاب باش يخلصني من هذا المشكل اللي انا فيه. باش كنقلب وسولت عليه حتى شي واحد ما عرف كيفاش اختفى هذا السيد هذا. من بعد ونرجع لدارنا ودخلت لبيتي وحليت هذاك الكتاب وبقيت كنقلب فيه على شي طريقه كيفاش نتخلص من هذه المصيبه اللي بديتها. بقيت كنقلب في الوراق تنقلب حتى وصلت لاخر ورقه في الكتاب، لقيت مكتوب فيها طريقه طرد من الجسد والمكان. من بعد ما قريت هذيك الورقه كامله الخلاصه ديالها كانت الصدمه. طريقه كتقول انه باش تتخلص من هذا الجن خصك اولا تخلص من الكتاب، والكتاب خصك تعطيه لشي شخص واحد اخر، ومن هذاك الشخص غيحضر الجن وغيسخروا الخدمه ديالو. تما غينتقل داك الجن منك لهذاك الشخص وغيسالي كل شيء. يعني هذاك السيد اللي كان كيجي الفجر في الجامع وعطاني كتاب واختفى من بعد كان باغي غير يتخلص من الجن اللي مسيطر عليه، يتخلص منه بيا انايا، وطاحت في الفخ. ما كانت قدامي حتى شي طريقه الا نتخلص من هذا الكتاب ونقنع شي واحد باش يحضر هذا الجن ويبعد مني. عطيت الكتاب لواحد الشخص واحد اخر وقدرت انني نتخلص من الجن، ولكن لحد الان كأن بني ضميري
ونادم على هادشي اللي درتو. بطبيعة الحال بزاف ديال الناس كيصحاب ليهم الاستحضار والتسخير والعالم الاخر شي حاجه اللي مفيده وتبدل حياتهم للاحسن ويحققوا كل حاجه باغينها، ولكن ما عارفين شنو هما العواقب ديال هادشي هذا، ما عارفينش ان هادشي خطير بزاف وخطير عليهم في حياتهم، وكينساو الله عز وجل اللي يقدر يحقق لهم اي حاجه باغينها غير يامنوا به وديروا داكشي اللي باغي الله ويطالبوه بنيه خالصه.